تتخيل ان نايكي عملت ستارز في منه 333 نسخة بس في العالم كله؟ القصة بدأت سنة 2015 لما كريستيانو رونالدو كسب الكرة الذهبية الثالثة في تاريخه، فنايكي قررت ان الاحتفال ما يكونش بإعلان ولا بفيديو، لكن بستارز محدش يقدر يوصل له بسهولة. نايكي صنعت إصدار اسمه نايكي ميركولير سوبر فلاي سي ار 7 ريال جولد. شايف يا صديقي الكورس الانجليزي عامل ازاي؟ المهم كان معمول باللون الذهبي احتفالا بالكرة الذهبية، لكن المفاجأة ان الشركة صنعت 333 زوج فقط على مستوى العالم كله، وكل زوج كان عليه رقمه الخاص من 1 إلى 333 بس. واول ما الستارز نزل للبيع الناس هجمت عليه واتباع بالكامل في وقت قصير جدا. ايوه صديق، زي الايفون كده بالظبط، ومش عشان الناس كانت محتاجه تلعب بيه، لكن لان الكل كان عارف ان هيبقى قطعه نادره تستاهل الجمع. والاغرب ان معظم اللي اشتروا الستارز ما نزلوش الملعب بيه اصلا، فضل في العلبه، لان اول ما تلعب بيه قيمته هتقل، اما لو فضل جديد فسعره يزيد سنه بعد سنه. الناس بتستثمر في الاحذيه والله يا صديق اهو. وعلشان كده نايكي ما كانتش بتبيع ستارز وبس، كانت بتبيع ندره. لما تعمل 333 نسخة بس، انت مش بتشتري جزمة، انت بتشتري قصة وتاريخ وقطعة محدش تقريبا هيملكها غيرك. فصل على النبي كده وقول لي في التعليقات لو معاك النسخة رقم 1 من 333 نسخة هتلعب بيها ولا هتحطها في النيل زي باقي الحاجات، عشان يكون حكاية جديدة من حكايات الليبر.